من كام يوم بقلب في السوشيال ميديا وقع تحت ايدي بوست وخدني الفضول ان انا اقرا ده ايه. البوست ده كان ملخص لفيلم هندي، كان فيه طبيب نفسي بيعالج مريضة، فكان بيحكي لها حكاية واحد رحالة هندي كان نفسه ان هو يطلع قمة جبل ايفرست، فسافر وراح علشان يطلع مع مجموعة صينيين، بس هو ما كانش بيفهم الصيني، وسافروا علشان يتسلقوا قمة ايفرست. الراجل كان متحمس جدا لدرجة تحمسه ان هو سبق المجموعة اللي كانت ماشية معاه، وقعدوا يندهوا عليه علشان يستناهم، بس هو كان فاكر ان هما بيشجعوه. ولما واجه النمر الجبلي قعد يصرخ ويستغيث بيهم، بس هما برضو افتكروا ان هو بيشجعهم وبيحييهم، وكانت النتيجة ان النمر اكله. الخلاصة من الكلام، احيانا بنختار الاختيار الصعب عشان نبان افضل واقوى رغم اننا بنكون مش مستعدين ليه. الحل بقى ان احنا نختار الاختيار الاسهل حتى لو الناس اتهمتنا بالجبن او الضعف، لاننا ببساطة ممكن ما نكونش مستعدين للاختيار الصعب.